انت شخص مفرط الحساسية؟ 4 صفات بتميز الشخص المفرط في الحساسية، من كتاب الشخص مفرط الحساسية لإيلين آرون. 1. معالجة الأمور بتعمق، يعني بيقعد يفكر جامد قوي في كل حاجة. لو حد قال له كلمة عابرة يعني ممكن يقعد يفكر فيها ساعة، هو ليه قال كده؟ طب كان يقصد ايه؟ طب حد قال له يقول كده ولا هو قال كده من نفسه؟ طب هو كان عايز يضايقني؟ وعلشان كده تلاقي الشخص ده دايما بطيء في اتخاذ قراراته، لانه بيفكر كتير جدا وبيحلل كل حاجة. 2. التفاعل مع المشاعر، يعني الشخص ده حسيس قوي، بيحس قوي بالناس. لو شاف حد متضايق ما يعرفش يسيبه كده في حاله، هتلاقيه اتضايق هو كمان، او راح اتكلم معاه او سمعه او حاول يساعده حتى لو هو ما يعرفش. 3. الوعي بالتفاصيل الدقيقة، يعني بياخد باله من كل كبيرة وصغيرة. لو مثلا في ميتنج شغل والمدير قال ان في مشروع معين فشل، معظم الناس اللي قاعدة هتركز على المشروع واسباب فشله وايه اللي حصل، طب ايه النتائج اللي حصلت. انما الشخص المفرط الحساسية هيركز كمان في شعور الناس اللي اشتغلت على المشروع ونظراتهم، والمدير بيبص لهم ازاي، وهم حاسين بايه دلوقتي من جواهم، وطريقة تقبلهم للموضوع وطريقة كلامهم، وكل كبيرة وصغيرة في الميتنج. عشان كده الشخص مفرط الحساسية مش بيرتاح في وجود تجمعات كبيرة او ناس كتيرة حواليه، لان في كمية معلومات ومشاعر وافكار محتاج يفكر فيها ويحللها اكبر من قدرته. 4. سرعة الإثارة، بما ان الشخص ده بيركز قوي مع الناس وبيزعل لزعلهم، فهتلاقيه معظم الوقت بيبقى مرهق عاطفيا، تعبان من كتر الاحاسيس والتفكير، وده بيخليه سهل قوي انه يثار او يتنرفز حتى لو على اسباب تبدو انها بسيطة او مش مستاهلة. ما هو مش مستحمل والله. ولو انت حسيت ان فيك صفات من الشخص مفرط الحساسية، استناني الفيديو الجاي عشان هقولك ازاي تتخلص منها. انا فيروز يسري، ودي حكاية قبل اليوم.